الناس اللي قدي اكبر يعني او اصغر شويه، كان الوالد بيسمي ماما الحكومه، وطلعت لها تفاسير كتير قوي للاسم ده. بس انا في تفسير مختلف بحبه شويه. احنا الرجاله بصراحه يعني نحب نبقى مثلا رئيس وزراء، رئيس جمهوريه، ملك. مين بقى فريق العمل بتاعك؟ الزوجه. نخليها تشتغل وزير ماليه، يعني نديها المصروف اول الشهر ونقول لها تصرف علينا اكل وشرب ولبس ومدارس وخروج وفسح، وفي نفس الوقت نخليها وزير تخطيط. يعني ايه؟ يعني نديها الفلوس دي في الشهر ده وهي تتصرف تمشينا زي ما احنا ماشيين عادي، ما فيش حاجه اتغيرت يعني. وطبعا هي وزير تعليم، يعني قدمي للولاد في المدارس، استلمي الكتب، هاتي اليونيفورم، ذاكري للعيال من اول حضانه لغايه لما تقدري، وبعدين تبقي مسؤوله عن الدروس والمجاميع ومجلس الاباء والتوصيل للمدارس والدروس والنوادي. طبعا الحته دي بنزود لها انها تبقى وزير مواصلات فوق البيعه كده. وطبعا مدير مخازن، فاضل قد ايه رز او مكرونه في الدواليب، فاضل قد ايه لحمه في الفريزر، امتى هنشتري عيش ولبن، الزبادي خلص، بعد يومين محتاجين حاجه معينه يعني في الخزين. وندخل لها بالمره مسؤوليات مدير مشتريات. المهم بقى ان الستات كمان عندهم الحاسه السادسه اللي هي مش عند الرجاله دي. من وجهه نظري انا وبعض الناس عارفين ان الستات عندها قرون استشعار للخطر او للغلط، مع انها ممكن ما يبقاش عندها يعني خبره في البيزنس بتاعك ده بالذات، لكن هي تقدر تقول لك مش مستريحه للشريك ده، مش عاجباني الشغلانه دي، تقول للعيال مش عاجبني صاحبك ده، مش عاجباني صاحبتك ديت. والغريبه بقى ان رايهم بيطلع صح. من فضلك يا صديقي الرجل، زي ما كنت واثق في مراتك وشريك حياتك انها تعمل كل اللي فات ده وتشتغل مكان الحكومه، يا ريت كمان تشاركها افكارك في شغلك والبيزنس بتاعك عشان تستفيد من الحاجه اللي مش عندك اللي هي الحاسه السادسه.